وصفتنا النهاردة هنعمل طريقة عمل البامية باللحمة الضاني. طبعا المكون الأساسي معايا اللحمة. ممكن اعملها باللحمة العادية، بس هي بتتعمل باللحمة الضاني بتبقى طعمها حلو. ومعايا البامية المقاس بقى اللي انا عايزاه. معايا بصل متقطع، ومعايا توم مفروم، ومعايا طبعا صلصة طماطم فريش انا لسه خلطاها دلوقتي، وعليها معلقة صلصة كبيرة من العلب اللي هي الجاهزة. ممكن نستغنى اصلا عن معلقة الصلصة دي. ومعايا التوابل بتاعتي، ورق لورا، ومعايا حبهان وفلفل اسود. يلا بينا مع بعض نبدأ طريقة عمل البامية. اول خطوة معانا هنا، معايا في الحلة بتاعتي شوية زيت صغيرين قوي علشان الاكلة بتاعتنا هتبقى دسمة. يلا بينا نبدأ اول خطوة. الزيت بتاعي معلقتين زيت، وهحط البصل اللي انا مقطعاه وهحط معاه التوابل بتاعتي. هحط التوابل اللي هي الحبهان والورق اللوري. هستنى شويه على الفلفل الاسود. نفضل طبعا نقلب لحد ما البصله بتاعتنا بس تصفر شويه، تاخد لون بس كده، يعني بيج فاتح. البصله بتاعتي انا حمرت فيها شويه. هبدا انزل باللحمه بتاعتي اهو. انا كده نزلت اللحمه بتاعتي. هشوح فيها شويه عشان بس الصوت، وارجع تاني نكمل معاكم بقيه الوقت. انا اهو بشوح فيها، شوحت شويه. هنزل بقى بالفلفل الاسود بتاعي، وبرده هدي تقليبه. انا هقفل الفيديو هقلبها عشان مش عارفه اقلبها، وبعدين هرجع اوريكم الخطوه اللي بعد كده. وانا بشوح فيها هنزل بشويه من الثوم اللي انا هرفاه، بس شويه صغيرين، واسيب الباقي عشان احطه على الصلصه بتاعتي. اقلب تقليبه ونيجي بقى مع بعض نحط الطماطم، وبعدين هننزل بصلصه الطماطم. بسم الله. انا كده نزلت بالصلصه بتاعتي، ادي تقليبه كده. بس شلت بقى الثلاث فصوص حبهان اللي انا كنت حطاهم. نعد الحبهان ونشيله هو وورق اللوري بعد ما نخلص تشويح في اللحمه او اي حاجه بشوحها على النار، خضار، فراخ، لحمه، اي حاجه. بعد ما اشوحها المفروض ان انا احطها، يكون النار بتاعتي عاليه عشان اللحوم بتاعتي ما تنزلش ميه. انا هنا هشيل كمان ورقه الغار دي، المفروض ان انا ببقى عداهم، وهشيل اي ورقه غار قدامي لان انا خلاص تاكدت ان انا شلت الحبهان. خليكم معايا. هتغلي بقى الصلصه بتاعتي، الصوص ده هيغلي في قلب اللحمه، واسيبهم طبعا شويه لحد لما الصلصه بتاعتي تتسبك واللحمه تبتدي تستوي. وبعد كده اخر حاجه هحطها، يعني هخليها نص سوا، وبعد كده هنبدا نشوف الباميه هنحطها في انهي توقيت بالظبط. خليكم معايا. انا دلوقتي سبت خلاص اللحمه بتاعتي اخدت فترتها دي على النار. هبدأ بقى احط باقي الثوم اللي كنا هرسينه ده، وبعدين احط الباميه بتاعتي اهي. هسيبها بالظبط 5 دقايق وهقول لكم هنعمل ايه. هقلبها بس تقليبه صغيره كده. المفروض ان انا بحطها في طاجن، يعني بعد ما بتاخد غلوه صغيره قوي بحطها في طاجن، بس انا مش هحطها في طاجن علشان الطاجن للاسف اتكسر. فانا عندي طواجن صغيره زي دي كده، هحط لكل واحد قطعه لحمه كبيره وفيها الخضار بتاعه والصوص ماشي، وندخلها مع بعض الفرن سخن عندي، وهنشوف هنقدمها ازاي ونرصها مع بعض الاول. الخطوه بقى الاخيره هحط الملح بتاعي. الواحد هيحط الملح اللي هو يحب حدقه. اقلب تقليبه كده تمام. انا كده الباميه بتاعتي خلاص المفروض تتحط في الطواجن. خلاص كده هبدا ان انا احط في الطواجن بتاعتي، هرص الطواجن بتاعتي. اقلبها بس كده تقليبه. انا يا دوبك اديتها غلوه واحده بس على النار.
عشان هي لسه هتستوي في الطاجن. هاخد بقى ايه قطعة لحمة، يعني كل واحد كده، مش طبعا الطواجن صغيرة جدا اهي. احط جواها كده ايه قطع اللحمة دي بالشكل ده اهي. نحط كده اهو. كده وبعدين هحط الايه الخضار بتاعي، والصوص ده برضو يتحط كده شوية عشان هو لسه هيدخل الفرن، لان طبعا لسه البامية بتاعتي ما استوتش، يعني لسه عايزة سوا شوية اهي. طبعا انا بس عشان ما عنديش الطاجن الكبير كنت بحط مرة واحدة، لكن انا عشان ما عنديش غير الطواجن الصغيرة دي، فانا عاملة كل واحد ياخد طاجن كده. وطبعا هعمل جنب الاكلة دي، انا طبعا هخلص كده وادخلها الفرن بتاعي سخن. انا حطاها في صينية بس من تحت علشان اعرف اشيل الطواجن، لان انا مش بعرف اشيل اي طاجن من الفرن كده اللي هو بيبقى من غير ايد ده بصراحة. يعني ربنا يحفظنا كلنا، ممكن يعني يلسع ايدينا وكده، فعشان تتفادي المشكلة دي حطي الصينية من تحت ألمونيا ودخليها الفرن بتاعك. تمام، خليكم معايا ندخلها الفرن وبعدين نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. هعمل جنبيها الرز طبعا ابيض كده. بقى انا كده خلصت، هدخلها الفرن بتاعي. بسم الله اهي. بسم الله. ولما تخلص اكون انا عملت الرز بتاعي، وانا باكلها جنب العيش بس. في اطفال هتاكل فلازم هعمل رز جنبها. خليكم معايا هنشوف بقى في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. وبكده نكون خلصنا مع بعض الوصفه بتاعتنا. حطينا جنبها جرجير وليمون وادي العيش والرز. اتمنى تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.